الحفاوة البالغة التي لم تشهدها مصر قبل الآن، وصلت طلائع قوات الفالوجة إلى ساحة قصر عابدين العامة، فابتدأت تصطف على جانب الساحة في نظام رائع بديع، في حين أخذت موسيقات الجيش في هذا الميدان الواسع الأرجاء تعزف من الألحان العسكرية ما يلهب بالحماسة الصدور. في هذا الوقت كان سير القوات بالغا حد الروعة والكمال، وكان يبدو على وجوه هؤلاء الأبطال القوة والعزم والتضحية في سبيل عزة الوطن وكرامته. وكان الأمراء والنبلاء والوزراء وحضرات الشيوخ والنواب وكبار رجال القصر ورجال الدين والعظماء وكبار قواد الجيش المصري وكبار موظفي الدولة والضباط المتقاعدون قد غص بهم السرادق الفخم الذي أقامته وزارة الحربية والبحرية، يشاهدون بعين ملؤها الغبطة والسرور قوات الفالوجة في نظامها الرائع الجميل. وفي الساعة 11 شرف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للجيش مكان الاحتفال. عزفت الموسيقى السلام الملكي، وكان يحف بجلالته دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الحربية والبحرية ورئيس هيئة أركان حرب الجيش بالنيابة والقائد العام للقوات المحاربة في فلسطين. ثم تفضل جلالته وصافح بيده الكريمة اللواء فؤاد صادق باشا، ثم تقدم الأميرالي السيد طه بيك قائد الفالوجة فمثل بين يدي الملك المعظم فتفضل بمصافحته وعانقه وقبله، فكان في هذا العطف الملكي السامي الكريم أكرم التكريم لهذا القائد وأبلغ معاني التقدير من جلالة الملك لجيشه العظيم. وفي السيارة الملكية تشرف بمعية جلالته الأميرالي السيد طه بيك، وأخذت السيارة تمر على مهل بين صفوف القوات، وكان جلالته يتفضل برفع يده الكريمة تحية لضباطها وجنودها الأبطال، فأسلج بذلك صدورهم وخفقت قلوبهم بالضراعة إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته زخرا لهذا الوطن العزيز. يعيش فاروق ملك مصر! 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 وغادر جلالته مكان الاحتفال بينما كان الضباط والجنود ينشدون نشيد حفظ الله الملك.
وعند انصراف القوات تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فأطل من الشرفة الملكية، وفي حضرة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرتان كريمتا جلالته، ودولة رئيس الوزراء، ومعالي الفريق محمد حيدر باشا وزير الحربية والبحرية. وكان جلالته يتعطف ويحيي هذه القوات بيده الكريمة. وهكذا سارت قوات الفلوجة في نظامها العسكري الرائع تحيي جلالة القائد الأعلى في شرفة القصر الملكي. حفظ الله الملك وأدام ملكه، وحفظ لمصر جيشها الباسل العظيم.